السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل بالجبنة القريش. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة والطعم فعلا تحفة. يلا بينا نشوف هنعمل خلية النحل القمر بتاعتنا دي ازاي. بسم الله وعلى بركة رسول الله. انا معايا 3 كوبايات من الدقيق او الطحين متعدد الاغراض، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة سكر، ونص معلقة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين من اللبن البودر. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهضيف ربع كوباية من الزيت. هنقلبهم كده كده تقليبة، وبعد كده هضيف كوباية من المية. دي مية يعني دافية. وهنقلب كده ونبدأ نعجن العجينة بتاعتنا لحد ما تبقى عجينة طرية وناعمة وملسة. هنعجنها كده لمدة حوالي 5 دقايق. كده خلاص العجينة عجناها وبقت معانا طرية وملسة. طبعا هنغطيها بالبلاستيك راب او بكيس، وهسيبها من نص ساعة لساعة لحد ما تخمر معانا. انا معايا جبنة قريش دي اللي هنحشي بيها العجينة بتاعتنا. حطيت عليها قرن فلفل حامي وحوالي فصين من الثوم، وههرسهم كده مع بعض. وكده خلاص العجينة اختمرت معانا. هنبدأ بقى نشكلها. معايا صينية حطيت فيها معلقة زبدة او سمنة، وهندهنها بالشكل ده. هنبدأ بقى نشكل العجينة بتاعتنا. انا خدت كده حتة عجينة كورتها كده في ايدي، يعني بقدر كده حوالي اللي هي الليمونية الكبيرة او البرتقانية الصغيرة، وحطيت فيها الحشوة الجبنة القريش بتاعتنا، وهرصها في الصينية. مقاس الصينية طبعا تكون صغيرة، ما تكونش كبيرة. هنعمل كمان واحدة برضو هكورها كده في ايدي، وهحشيها كده بالجبنة، وهحطها جنب التانية. بس نسيب حوالي كده حوالي سنتي، عشان طبعا عبال ما العجينة تختمر هيبقى هتكبر معانا في الحجم. هعملها بقى كلها بالشكل ده. كده خلاص خلصت العجينة. هغطيها بقى بفوطة لحد ما تكمل خمرانها، يعني كده حوالي ربع ساعة كمان. معايا كده حوالي معلقتين لبن، ورشة من النسكافيه اللي هو البلاك او القهوة. وهنبدأ بقى ندهن وش العجينة بتاعتنا. وهنرش عليها كده سمسم. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190 في الرف اللي في النص. طبعا اول ما تدي معانا لون من تحت هنروح طافيين الفرن ومشغلين الشوايه تدي لون من فوق. اول ما تطلع من الفرن هنغطيها بفوطة بس 5 دقايق، بس عشان الوش يبقى معانا طري. وكده هنشوفها مع بعض. بصراحة فعلا تحفة. معانا العجينة هشة ومن جوه عاملة زي القطن، ولونها ابيض في منتهى الجمال. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وطبعا مش هتاخد معانا وقت خالص في التحضير، وفي نفس الوقت برضو طعمها في منتهى الجمال. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.